إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجعلها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عباد الله، هذا الدهر الذي نعيشه ذو غير، والعبد منا ذو ضجر، وما هو إلا قضاء وقدر. فطوبى لمن أصابته سراء فشكر، وطوبى لمن أصابته ضراء فصبر، وطوبى لمن أصابته بلوى فاعتبر. فقد يهلك المرء من حيث حذره، وقد ينجو من حيث حذر. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتجيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. التقوى الواعظون بها كثير والعاملون بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إخواني الكرام، الذي يتفحص أحوال كثير من الناس يجد أنهم يبذلون جل الأوقات لطلب الرزق والبحث عن المعاش في هذه الحياة، وفي المقابل القليل من الأوقات عند بعض الناس يجعلونها لطاعة الله جل وعلا، مع أن الأمر خلاف ما يتوجه إليه جمع من الناس. والسبب أن الله عز وجل خلقنا لغاية عظيمة، وهي عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد تكفل الله لنا بأرزاقنا، فكيف يسعى العبد ويجعل جميع أو جل الأوقات لطلب الرزق، والله جل وعلا قد تكفل له بهذا الرزق؟ يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن ربنا جل وعلا قد تكفل لنا بأرزاقنا وترك أعمالنا لنا، ليته تكفل لنا بأعمالنا وترك أرزاقنا لنا. مع أن الله جل جلاله يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. لما سمع هذه الآيات ذلك الأعرابي الذي فتح الله على قلبه عندما سمع وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال:
من أغضب الجبار حتى حلف، من أغضب الجبار حتى يحلف أنه قد تكفل للعباد بالرزق. ألم يقل ربنا جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يقول ابن كثير: النزع فيه السرعة والمباغتة، أقل من طرفة العين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الرئيس سجينا والسجين رئيسا، لأن الملك لله جل جلاله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: يرزقه من حيث لا يحتسب ولا يكتسب، يرزقه من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يكتسب. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يرزقه رزقا واسعا حتى لا يستطيع أن يحصيه. اسمعوا إخواني الكرام وأحبابي، اسمعوا يا من وفقهم الله لطاعة الله، اسمعوا هذا الحديث. فوالله إن العبد بعد أن يسمع هذا الكلام من مشكاة النبوة، من الذي قال عنه ربه جل وعلا أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، استمع إلى هذا الحديث بقلبك وسوف تجد لذة الحياة. هذا الحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. انظر، لو أن الرزق أتاك وأقسمت أيمان مغلظة أنك لا تأخذه، والله سوف يأتيك. لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. أبعد هذا يسهر العبد شقاء وهما وغما من أجل الرزق؟ ما طرق الكثير من العباد أسباب الرزق. لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. عندما دخل ملك الموت على سليمان عليه السلام وكان عنده أحد الوزراء، فلما خرج ملك الموت قال الوزير: من هذا الذي كان معك؟ قال: هذا ملك الموت. قال: يا سليمان، أؤمر الريح أن تنقلني إلى بلاد الهند، لا أريد أن يراني. فنقله إلى بلاد الهند. ثم جاء ملك الموت إلى سليمان فقال له سليمان عليه السلام: لماذا كنت تنظر إلى الوزير هذه النظرات؟ قال: عجبت، فإن الله قد أمرني أن أقبض روحه في بلاد الهند فوجدته عندك.
فر من الموت وفي الموت وقع. وأنتم تنظرون أيها الإخوة، كثير من الناس يتعلق قلبه في الوظيفة فيخشى أن يتقاعد، يخشى أن يحرم من هذه الوظيفة فيحرم منها. وأنتم تعلمون من يريد أن يترك هذه الوظيفة يقول لا أريد، ومن حوله يتشبثون به حتى يبقى. والأمثلة التي مرت علي كثير يا أخوان في هذا الأمر. أعرف أحد الفضلاء وهو الشيخ الفاضل عبد الله زين العابدين. هذا الرجل قال أنا لا أريد الوظيفة، أنا أكتفي بما رزقني الله عز وجل وأريد أن أتفرغ للعبادة، لا أريد الوظيفة. قالوا له انتظر 6 أشهر حتى تترقى مرتبة أو درجة. فقال لا أريد، أنا لا أريد أصلا. فقبلوا طلبه للتقاعد، وبعد أن ذهب إلى مسقط رأسه ب6 أشهر بعد أن تقاعد اتصلوا عليه قالوا قد ترقيت للمرتبة التي بعدها، مع أنه لا يريد والله عز وجل قد كتبها له فأتته. وكثير ممن يريد ويتشبث بالوظيفة والله ما كتبها له لم يترقى. وليست الترقيات في المراتب والدرجات في الدنيا لمكانة الإنسان وقوته وقدرته، بل هي بفضل من الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم لا مانع لما أعطيت، يعني يا من أعطيته يا الله لو اجتمع الإنس والجن على أن يمنعوا عنه هذه الأعطية والله ما استطاعوا. ولا معطي لما منعت، يعني يا الله لو منعت إنسان من أعطية واجتمع الإنس والجن على أن يعطوه والله لا يستطيعون. لماذا يتكالب الناس على الدنيا؟ لماذا حتى بعض الأخيار تتصل عليه أول النهار فتجده في بلد بحثا عن الرزق، ثم في وسط النهار في بلد أخرى، ثم في أول الليل في بلد ثالثة، ثم يقول أنا سوف أذهب في الصباح الباكر يعني من الغد إلى بلد بعيدة لا توصل إلا بالطائرة. لماذا هذا الانشغال مع أن الله عز وجل قد تكفل لنا بالرزق؟ نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم القناعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وكان يقول ليس الغنى كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. واعلموا عباد الله أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام،
بعد أن سمعنا هذه المقدمة الإيمانية وقد تغلغل في نفوسنا اليقين أن المعطي هو الله وأن المانع هو الله، فإن ذلك لا يتعارض مع بذل الأسباب. ألم تسمعوا لذلك الصحابي الذي قال: يا رسول الله أعقلها أم أتوكل؟ يعني الدابة. قال: اعقلها وتوكل، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولكن بذل الأسباب المشروعة وليست الممنوعة. ومن أعظم الأسباب هو تحقيق التوحيد والإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى، فإنه جل وعلا يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن أسباب الرزق تقوى الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن الأسباب التوكل على الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ومن الأسباب الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. وفي الحديث الذي رواه أحمد وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن الأسباب اللجوء إلى الله، وأن يسأل العبد ربه جل وعلا من فضله. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات يوم فوجد أحد الصحابة يقال له أبو أمامة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أجلسك في المسجد في ساعة ليست بساعة صلاة؟ قال: يا رسول الله هموم غلبتني وديون أرهقتني، غلبني الهم وأرهقني الدين الذي هو هم بالليل وذل بالنهار. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال: قلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فيقول أبو أمامة: والله لقد قلتهن فأذهب الله همي وقضى ديني. من الأسباب إقامة الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها وأمر الأهل بها، فإن الله جل وعلا يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يقول سفيان رحمه الله: نرزقك من غير طلب، نرزقك من غير طلب. بل قال بعض العلماء: والله ما افتقر ولا احتاج للناس من يعمل بهذه الوصية.
ومن الأسباب الجالبة للرزق المتابعة بين الحج والعمرة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. ومن الأسباب الجالبة صلة الرحم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ومن الأسباب الجالبة للرزق الصدقة والوقوف مع المحتاجين وكفالة الأيتام، لقوله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أسماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. وقال كما جاء عند البيهقي وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وآخر الأسباب الجالبة للرزق هو شكر الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأن يرضى العبد بما قسم الله له، وأن ينظر إلى من هو أسفل منه. انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني في أمور الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. نسأل الله جل وعلا أن يفرج هم المهمومين وأن يقضي الدين عن المدينين. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد لهذا الدين عزا فاجعل له في هذه الدنيا عزة ومكانة ونصرا، ومن أراد لهذا الدين سوءا فاجعل له في هذه الدنيا ذلة ومهانة وقهرا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصرهم على يهود، اللهم انصرهم على يهود. اللهم اقذف الرعب في قلوب اليهود، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم ورحماك بإخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم وعليك بطغاتهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم هيئ لهم يدا من الحق حاصدة تستأصل شرورهم. اللهم إنا ندرؤك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ألا إنك قلت وقولك الحق، ألا إن نصر الله قريب. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.